لسه سامعة مقولة بتقول النوايا مخفية لدرجة انك ممكن تكون بتفكر تجيب حتة من السماء لشخص بيفكر ازاي هيطربقها على دماغك. وافتكرت هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وافتكرت برضو دعاء اللهم اصرف عني شر ما قضيت. ولما ادعي بدعاء اللهم اصرف عني شر ما قضيت، عشان انا متأكد ان مهما كان اللي قدامي نيته وحشة جدا ناحيتي، ونيته انه ازاي يأذيني، وانه بيسعى قوي لده، او ازاي يضايقني، او ازاي يعكنن عليا، او ازاي يبوظ لي شغلي، او يبوظ لي حياتي، مهما عمل ومهما حاول ومهما حصل، اللي هيحصل هو قضاء ربنا وقدره. فانا ده مقتنع بيه، ده انا مصدقه من جوايا، انك انت عمرك ما هتأذيني الا لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لي ده. غير كده انت مهما حاولت وجبت ناس تساعدك مش هتقدر تعمل ده، مش هتقدر تعمل ده فيا. ليه؟ لان انا مسلم امري لربنا عز وجل. عشان كده بندعي بدعاء اللهم اصرف عني شر ما قضيت. احنا مش مستنيين من حد حاجة، ولا مستنيين من حد يرد لنا معروف، ولا مستنيين من حد يجبر خاطرنا. احنا مستنيين من ربنا سبحانه وتعالى انه هو اللي يجبر خاطرنا، هو اللي يرفعنا عنده. احنا مش عايزين حاجة تانية، احنا عايزين من ربنا. احنا طالبين من ربنا اي خير بنعمله لحد، احنا مش عايزين الحد ده هو اللي يرد لنا ده، احنا عايزين ربنا اللي يرد لنا. احنا مش عايزين حاجة من حد، احنا بنعمل ده لله عز وجل. احنا بنخلص نيتنا لله عز وجل مش للبشر. البشر احنا بس النوايا بتاعتنا هي اللي بتتكلم عننا، فتفضل نوايانا حلوة.